شاهد الأفاضل طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إقامة صلوات الترحم على أرواح الشهداء في المساجد والكنائس. المعاقون في معسكر دندن ينظمون برنامجا بمناسبة ذكرى الشهداء. دعم أسر الشهداء في شمال البحر الأحمر بأكثر من 340 مليون نقفة. إسرائيل تستخدم الطيران الحربي في غصب مخيم جنين وسقوط قتلى. والرئيس الصيني يعلن عن التوصل إلى أرضيات تفاهم مع أمريكا. إيران وأوزباكستان توقعان عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقامت المساجد والكنائس اليوم صلوات ترحم على أرواح الشهداء، حيث أقيمت صلاة ترحم في كنيسة القديس ميكائيل بالزعزعات في أسمرة صباح اليوم بحضور أعضاء المجمع المقدس البطاركة والقساوسة والكهنة. ووجه نيافة الأنبا بطرس أمين كرسي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية كلمة في المناسبة التي شارك فيها رعاة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الإريترية والكنيسة الكاثوليكية حول مضمون وعزة الشهيد. وأوضح مسؤول الدعوة الإنجيلية القسيس سيمون بياني أن يوم الشهداء ليس خيارا في إريتريا، بل هو مسؤولية تاريخية، ويجب علينا الحفاظ على الوطن بالوحدة والحب وتنفيذ أمانة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية. وفي عصر نفس اليوم أقيم صلاة ترحم في جامع الخلفاء الراشدين بأسمرة، أمها مفتي الديار الإريترية سماحة الشيخ سالم إبراهيم المختار. وقال الشيخ سالم: إذا قلبنا تاريخ وطننا نجده تاريخ تصدي متواصل ضد القزاة، وأن استغلال إريتريا وكرامة شعبها هو نتاج ذلك التصدي، موضحا بأن التسابق لنيل شرف التضحية والفداء في النضال التحرري والزود عن السيادة هو كرم لا يدانيه أي كرم وعطاء. وذكر سماحته: إذا كان جود الشهداء وعطائهم بفداء الروح، فلنجد نحن بأقل العطاء وأيسر السخاء بأن نرعى أسر الشهداء ماديا وعينيا. نظم المعاقون في معسكر دندن في أسمرة برنامجا يوم 18 من يونيو بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. شهد البرنامج تقديم فعاليات ثقافية وفنية شاركت فيها فرق الورود الحمراء بمعسكر دندن وكبار الفنانين. كما شارك سكان معسكر دندن في البرنامج بإضاءة الشموع. كما نظموا صباح يوم 18 من يونيو نفير نظافة في مساكن معاقي الحرب. أفاد ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر تقديم أكثر من 340 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء في الإقليم خلال 18 عاما الماضية لأكثر من 10,000 أسرة شهيد منذ عام 2004. وأشار إلى تقديم الإريتريون في المهجر 10 ملايين نقفة لأكثر من 1000 أسرة الشهيد دعما للمجهود الحكومي. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزاني أدوناي أن تنظيم الشباب العامل ظل يقدم المساعدة لأسر الشهداء منذ عام 2019 إلى جانب الدعم الحكومي والشعبي، مشيرا إلى توزيع حوالي مليون نقفة ل 150 أسرة الشهيد هذه السنة. كما أوضح الجهود المبذولة لخلق فرص العمل والخدمات الصحية لأسر الشهداء. أحيا الإريتريون المقيمون في إسرائيل يوم الشهداء في 17 من يونيو بمدينة تل أبيب، وقدموا مبلغ 11,000 دولار لإعالة أسر الشهداء. وتضمن برنامج إحياء ذكرى الشهداء مسيرة شموع ومناشط ثقافية وفنية. وتمت الإشادة والتكريم في المناسبة لثلاثة مواطنين قاموا برحلة مشيا على الأقدام لمسافة حوالي 60 كيلومترا من لاجدر إلى تل أبيب بمناسبة يوم الشهداء. وأكد الإريتريون في شارلوت الأمريكية وأبيجان بدولة ساحل العاج والدمام بالسعودية في إحياء يوم ذكرى الشهداء على تجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وقدم المشاركون في إحياء يوم ذكرى الشهداء في الدمام مبلغ 5,010 ريال لتنمية صندوق أمانة الشهداء. أحيا أعضاء المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 20 من يونيو في برنامج نظم يومي 16 و19 من يونيو. شهد البرنامج المنظم يوم 16 من يونيو فعاليات فنية شارك فيها الفنانين الكبار والشباب. كما قام نحو 200 من أعضاء المكتب بنفير يوم 19 من يونيو لبناء المدرجات الحوضية في منطقة بيت قرقيس لقرصها بالشتول في موسم الأمطار.
قدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب 5 مناحل مع كامل معداتها وبأسعار مناسبة ل 15 عضوا من أعضائها في مديرية لوقو عنسبة. كما قدم للمعاقين مبلغ 10,000 نقطة لكل منهم لشراء النحل في مراسم جرت يوم 13 من يونيو. وقال رئيس جمعية معاقي الحرب فرع الإقليم الأوسط السيد هبتة تسفى ميكائيل بأن المناحل المقدمة جزء من العون التأهيلي للمعاقين والمقدم من قبل الحكومة والشعب. وأوضح مدير مديرية لوقو عنسبة السيد إبراهيم حقوس بأن المجتمع والإدارة في المديرية سيتعاونون فيما بينهم لتمكين المعاقين الحاصلين على الدعم من الاعتماد على أنفسهم. وأكد المعاقون من جهتهم الاستفادة الجيدة من موارد المديرية لتربية النحل. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 5 فلسطينيين بينهم طفل يبلغ 15 عاما، وأصيب 45 آخرين بعد اقتحام قوات إسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، حسب إفادات وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت وزارة الصحة أن فتاة تبلغ 15 عاما أصيبت في رأسها برصاص الاحتلال ونقلت إلى مستشفى جنين الحكومي وهي بحالة حرجة. كما أصيب 3 شبان بالصدر والرقبة ونقلوا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي وهما بحالة خطيرة. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة فوق بعض المنازل، حيث دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت وفق تصريحات وسائل إعلام فلسطينية. اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وفق إفادات وكالة أنباء الصين الجديدة. وجاء اللقاء الذي تم تأكيد حصوله في آخر لحظة في اليوم الثاني والأخير من زيارة بلينكين للصين ضمن مساعي هادفة إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين. وأثر اللقاء، أكد شي جين بينغ أنه تم خلال الاجتماع إحراز تقدم والتوصل إلى أرضيات تفاهم بين البلدين. وعبر الرئيس الصيني لضيفه عن أمله في أن تسهم زيارته إيجابيا في تعزيز العلاقات الثنائية حسب ما أفادت به قناة CGTN الصينية التلفزيونية الرسمية. وفيما تؤشر الزيارة على دعم الطرفين للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بينهما، أكد أعلى مسؤول في الدبلوماسية الصينية وانغ يي للوزير بلينكين أن بلاده لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان حسب إفادات تلفزيون CCTV الرسمي. وقعت جمهورية إيران الإسلامية وأوزباكستان 10 اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتتضمن الاتفاقيات الموقعة بين إيران وأوزباكستان مجالات التجارة التفضيلية وإنشاء مناطق حرة مشتركة والتكنولوجيا والزراعة. ووصل رئيس الجمهورية الأوزبكي شوكت ميرديايف إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز مبادئ وأسس التعاون في النقل والعبور في ممرات النقل الدولية المشتركة، وتحسين طرق العبور وتطوير النقل البري والسكك الحديدية بين البلدين، وتسهيل ربط إيران بدول آسيا الوسطى عبر أراضي أوزباكستان، وإلقاء جميع رسوم العبور في طرق البلدين، وتبسيط جميع عمليات النقل بينهما. في الخبر الأخير، قتل 13 شخصا على الأقل وفقد 3 آخرون بعدما ضرب إعصار جنوب البرازيل، وخلف أيضا آلاف المنكوبين حسب ما أعلنت عنه السلطات. وتسببت أمطار متواصلة ورياح قوية بأضرار في عشرات البلديات في ولاية ريو غراندي دو سول، بما في ذلك عاصمتها بورتو إليغيري. وأعلن الدفاع المدني في هذه الولاية المجاورة لأوروغواي وباراغواي أن عدد القتلى ارتفع إلى 13، بينهم رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، بعد العثور على جثتين في مدينة كارا الواقعة في إحدى أكثر المناطق تضررا. واجتاحت رياح قوية الساحل بما في ذلك مدينة تاراماندي، حيث سجلت رياح وصلت سرعتها إلى 101.9 كيلومتر في الساعة، وذلك حسب أرقام رسمية. وتضررت منازل كانت تأوي ما يقرب من 5000 شخص. مشاهدينا الفاضل، في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إقامة صلوات ترحم على أرواح الشهداء في المساجد والكنائس. المعاقون في معسكر دندن ينظمون برنامجا بمناسبة ذكرى الشهداء. دعم أسر الشهداء في شمال البحر الأحمر بأكثر من 340 مليون نقفة. إسرائيل تستخدم الطيران الحربي في غصب مخيم جنين وسقوط قتلى.
الرئيس الصيني يعلن عن التوصل إلى أرضيات تفاهم مع أمريكا. وإيران وأوزبكستان توقعان عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.